شوفوا عاد للشاورما السبيشل للناس السبيشل. اليوم يا جماعه رحت لكم مطعم حاتم، هو مطعم شاورما عنده اكثر من فرع، بس تحديدا رحت المهبوله. طبعا دياي ولحم على كيفكم، الصاج يسوونه فريش، شغل كله فريش يا جماعه، وكان نظيف وشاورما قويه يا جماعه. الشاورما عملاقه، راح تشوفون بالتصوير ايش كثر العملاقه الشاورما. للامانه التغطيه بالاخر بتكون عند اخر هذا البوست، بس يا جماعه هايلي ريكومندد. اذا كانت الشاورما اللحم او الدياي السبيشل السوريه اللبنانيه او بالرمان، شوفوا التغطيه تكفو. وصار الوقت ان نجرب مع بعض شاورما حاتم. يا جماعه هم عندهم تشكيله من البوكسات العجيبه، بوكس الديواني وبوكس الاصغر، بس انا اليوم جربت الشاميات، لحم ودياي يا جماعه، بالاضافه الى الكباب، ويوصل معاه نوع من البطاط المتقرمش الفريش اللي هم يسوونه بنفسهم. وطبعا في الصلصات والتغميسات وكذي. بس انا عيني على الشاورمات اللي بالصاج السبيشل تحديدا، جربت اكثر من وحده. الرمان خطيره خطيره يا جماعه. السبيشل اذا كان اللبناني او السوري لحم ودياي يفوزون، يعني هذيله توب بالنسبه لي. سبيشل بكل انواعه، اذا كان لحم او دياي سوري او لبناني. والرومان اسطوري. طبعا عندهم حلويات، عندهم مشروبات يا جماعه، حتى ورق العنب ولبن عيران مو طبيعي، يعني هذا نمبر 1 تطلبونه مع اي شغله ثانيه. لهم 4 فروع، وانا اليوم كنت بالمهبوله. ترى حتى البطاط فظيع اللي عندهم، هذه كلها لغاويص، وعن قريب يفتح بالجهره. عندهم يا جماعه حتى كيترينج بالشتويه هذه، والموهيتو تو جديد نازل مع الحلا.